السلام عليكم شباب، معكم ريبد ورجعت لكم بفيديو جديد. طبعا جماعة الخير، هذا الفيديو طبعا احلى فيديو بين كل الفيديوهات، لانه بكل بساطة راح نحكي عن السوريين واني من السوريين. تمام. الجوال تمام. بعرف اذا انت سوري بتعرف شو اجواءنا، بتعرف مين نحن، فبلا ما تشاهد الفيديو. فاذا انت منتاش سوري وحابب تصير سوري، تابع الفيديو للاخير، بتصير سوري ليفل ماكس. بدي اقول لك خلاص بدك تصير سوري، تابع الفيديو. تمام. تعرفون صرت البس كثير اسود، واليوم زيتين الجاكيت رسمي اليوم بس قميص. طبعا كاركتر اسود، كل شيء اسود. فاني خلاص يعني ولا تقنعني، قررت اكمل هاي الشخبطة، اكمل تلوينها باللون الاسود بقلم فلومستر. خلاص اني ولا تقنعني ابدا، ولا تقنعني ابدا، ولا تحاول. خلاص قررت قرار نهائي، خلاص ولا تحاول. خلاص يا زلمة ولا تحاول. إيه خلاص ولا تحاول ابدا ولا تحاول. وعن القميص بشوفوا يعني يمي بتلاقوا كل اشي، في كل اشي. يعني بعمركم شفتوا واحد بيكف القميص ولابس قرافة بنفس الوقت؟ خلينا نبلش. اول اشي وضايحنا طبعا كاتبين تعال نضحك شوي. مش تضحكوا علينا، لا، يعني انه شلون، يعني احنا الشعب يعني بنحب نرفه العالم. نعطيهم شوية كوميديا، وفهمت شلون، يعني مش نضحك على حالنا، يعني تضحكوا معنا. ردود باللهجة السورية، بتقول لي هسه جاي تعلمني شلون ارد، بس اسمع شي خبايص. اذا انت قلت لواحد اني رايح مثلا على المكان الفلاني، بيقول لك تروح وما ترجع. اذا قلت له لوين رايح، بيقول لك على جهنم. الشعب كافر هون، الشعب كافر دغري، على جهنم، عارف حاله على جهنم. ايه بتقول له اني اجيت، تمام، بيقول لك شو اسوي لك؟ باطل. اذا قلت له اني طالع على المكان الفلاني، بيقول لك تطلع روحك. ما بعرف يعني. آه إحنا شعب يعني بنحب الخير وكذا. يعني تطلع روحك، مش إنه كراهة فيك أو كذا، يعني تطلع روحك إنه تموت، يعني مشان إنه ما عاد تعيش تعب الدنيا، مشان تنفك يعني من وجع الراس تبع الدنيا، مشان دغري إنه خلاص تموت وترتاح. قلت له أني نازل على المكان الفلاني، بيقول لك تنزل زوجة هاي حلقك، هاي اللي هون تنزل، هاي حلقك، يعني ما بعرف شو هاي اسمها، جوزته ولا زوجة؟ اللي هي زوجة ولا جوزة؟ زوجة. جوزة مو، على ما اتوقع جوزة. قلت له نعم، بيقول لك نعم ترفسك. ما بعرف مدربينها كونغ فو ولا ما بعرف شو. قلت له شو؟ بيقول لك شوي تشويك. شو هي الشواي؟ أنا ما بعرف شو الشواي شو هاي؟ شوي بس أنت مشوي. إذا أنا عرفت شو الشواي أو مش شوي، أنت مشوي، على الحالتين مشوي، شوي تشويك، يعني أنت مشوي لا محالة مشوي. يعني بعد ما تقول شو، اعتبر حالك إنسان مشوي. بدي أقوم، تمام، يعني بدك تقوم على المكان، بدي أقوم مثلا أروح على المكان، أو بدي أروح، المهم بدي أقوم، أقول لك تقوم قيامتك. قلت له بدي، يعني انت بدك شغله منه، بدك يعني بدك بتقول له بدي، بيقول لك بدك بد وسيف الحد. شو سيف الحد؟ شو تقطع رقبتي بس لانه قلت بدي؟ تعرف اقطعها. شو احنا مجرمين مدري شو حتى؟ كله بيشتغل يعني شو. كمان نفس السولافة لما تقول له بدي انام، بيقول لك تنام وما تفيق، يعني ما تصحى. يعني نفس السولف. شايف، يعني احنا بنحب نريحكم من وجع راس الدنيا واعمالها وكذا، يعني بنريحكم من كل شيء وبنموتكم. واخر شي كاتبين مع هيك النفسية مية مية، النفسية مية مية، والعلاقات سليمة. والله حرفيا قسما بالله، مكالمات الهاتفية، الاب لابنه 7 ثواني، الو وينك، يلا تعال. الابن بيقول خليني استوعب شو قال، شو اني كنت بس بدي اسلم، خليني اكسب حسنة.
ابن إلى والده 27 ثانية. ألو، شلونك يابا؟ أحوالك، أخبارك؟ طمنا عنك. السلام عليكم أول شي. المهم، شو بدي أقول لك؟ نسيت الصراحة، بس يلا هياتني جاي على البيت. من ولد لأمه 1.5 ساعة، من شاب إلى فتاة، حركات الارتباطيات وجفاف عاطفي ما مناش هون. 1.5 ساعة و59 ثانية. اسمع. ألو، كيفك؟ أحوالك، أخبارك؟ إن شاء الله تمام. طمنينا عن عميمي. العميم يعني عمي، يعني أبوك، إنه بعد ما كذا بصير عمي، صح؟ المهم طمنينا عنه. إيه، شو بدي أقول لك؟ خلاص أنا هاليومين بضبط وضعي بنيجي نخطبت وكل شي تمام. لا خلص يومين عندي. لا عندي. لا خلص يومين. لا عن جد يومين. بعرف اني صار لي سنتين عم بحكي هذا الحكي، بس خلص عندي. خلص عندي. خلص. لا عن جد عندي. خلص عندي. خلص لا تاكلي هم. عندي. لا تخافي. عندي لعندك. لعندي. فلا حتى تصير المكالمة لعندي. واحدة اجت لهون وقفت مع بنت. تمام. بيظلوا 9 ساعات على الباب، وبيقولها تفضلي ومش حلو، صار لك ساعتين واقفة على الباب. بتقولها لا بدي اقفل. تمام. بعد 10 ساعات، يا بنت الحلال تعي فوتي. لا والله بس بدي اقفل. بعد سنتين، يا بنت الحلال تعي فوتي. لا والله بس بدي اقفل. ثواني بس هالسولافتين ومنفل. هون الرقم اللي كاتبينه مش مفسر. اسمع لك، هذا هو الرقم بالضبط. خليني اقرأ لك اياه حسب اللي فهمته أنا. 23 ثانية، 59 ولا 69 دقيقة. بطفوفه 32 ساعة، يعني ختموا شيء اسمه وقت. 36، هاي 36 جاي بعد الساعات، يعني هاي الأيام. هاي 12، هذا ال 12 هذا الأشهر، يعني صار لهم سنة ونص وما بعرف قديش. والمكالمة مستمرة بالشباب، يعني ما انتهت، بعدها مستمرة هاي المكالمة. هون اجينا لإشي قسما بالله ولا بعمرك راح تشوف هذا الشيء. جمل حيرت العالم، حيرت الكرة الأرضية إذا بتسمعها. لكن أنت إذا بتسمعها بيقول what the hell، ما الذي هذا. وليه؟ شوف يلي وراك من دون ما تطلع عليه. كالتالي عند المدرسين طبعا، ما بعرف، يمكن مسوين اتحاد مدرسين حتى يحكوا هاي الكلمة، ما بعرف شو. واللي هي احكوا من دون صوت. يعني شلون بدنا نحكي من دون صوت؟ يا زلمة والله انك ولد، او يا ولد والله انك زلمة. هاي من كثر الذكاء، يعني احنا وصلنا لحد ذكاء يعني ما وصلته الدول الاجنبية. يعني صراحة هون اني ماخذ هاي العادة، واللي هي مثلا بقولكم والله بدي خلاص اليوم شو اسمه بنزلكم، شو اسمه يعني يوم مثلا الأحد بنزلكم فيديو. فأني ما بعرف شلون بنسى شو اليوم الأحد، بنسى شو الفيديو. فبقولكم يوم شو اسمه بنزلكم شو اسمه، أو أنا رايح على المكان شو اسمه. والله لو سويت هاي الشغلة، شو هاي الشغلة أو الهاية، يعني هاية بتعبر عن شغلة أنت مش متذكرها. قلت له هيك او حكيت هيك. شو الهيك، شو هيك، شو مين نحنا. قلت له هيك اعبر لك يا شلون. والله يا صاحبي حكيت له هيك. والله جد يعني والله عجبتني خصنص لما قلت هذيك العبارة. اعيدها هيك. ايه هي هاي عجبتني لما قلت هيك. يا محمد والله انك كفو بالردود، والله انك كفو. احكي هيك خلص. فهمتوا شو المسرحية اللي صارت قدامكم؟ فهمتوا شو الهيج؟ فهمت افتهمتوا؟ يعني فهمتوا؟ اسمع لك هاي، حتى أنا بحكيها. ما بحب يا أخي، والله ما بحب أحلف. يعني بيقول والله ما بحب أحلف، يعني بيحلف قبل ما يقول ما بحب أحلف. بس والله العظيم، أو بس والله هيك. يعني خليني أعطيكم مثال. الصراحة والله ما بحب أحلف، بس والله العظيم أول مرة بجلد البنات. قوية. أول مرة بسمعها بحياتي، عفرة معلي. لا خلاص يا زلمة، خلاص أعطيتهم جرعة كافية
بما فيه الكفاية. فآخر جملة يا عزيزي المتابع بدي أقول لك مبروك، لأنك راح تصير سوري بعد هاي الجملة، بس بدك يعني تخربط شوي بعقلك، تفلكش شوي بالحكي. أم اللغة العربية. امشي خلينا نقعد، امشي خلينا نقعد، والله يا أخي تعبان وإحنا قاعدين نمشي. اسمع أول سطر منها، امشي خلينا نقعد، يعني أنت ماشي وبتقعد، يعني بتمشي على القاعد. أه تعبان وإحنا قاعدين نمشي، يعني وإحنا قاعدين عم نمشي. إحنا إذا ركبنا بمصعد أو هاي السوالف، يقولوا تخيل يقع فينا المصعد. يا أخي حياتنا كلها أكشن بأكشن، إثارة وحماس. ما بنحبش شي تسليكات لا، إثارة حماس أكشن، كله حاطينه جوا حياتنا. أصلا إحنا بنحب نذبح بعض بس مشان نعمل أكشن، لا يعني بس مشان نريحكم من الحياة وكذا. فهمت شلون؟ إذا واحد قال لك يا ذكي، يعني يا غبي، إيش معناتها؟ يعني بيعطيك إياها بنبرة هيك، يا ذكي، يعني معناتها يا غبي. إذا واحد قال لك بتشير بهاي الطريقة، بتشير يا أخي، يعني متأخر أو أنت متأخر كثير. وإذا أقول لك واحد صدقتك، يعني بهاي اللهجة، صدقتك يا أخي، خلص صدقتك، يعني أنت كذاب، أنت مانيش مصدقك، هاي معناتها. فلما هيك نكون طالعين من المدرسة، حالين طالعين خالص، رن الجرس وكل واحد عبيته، بتكون جمعة هيك بالطريق. ففي واحد يعني او اني مثلا، يعني في واحد واللي هو اني صيحت يا حمار، يا حمار يعني بنص الشارع، او يا جحش يا بغل او هيك، يعني نص الشعب بصيروا حمير، بينقلبوا حمير وبيطلعوا عليك. خلص هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، تمام. فاذا بدك يعني هاي انت هسه صرت سوري ليفل 5، تمام. اذا بدك تصير ليفل ماكس تابع الفيديو الجاي لانه في جزء ثاني. هذا الفيديو بدنا نوصله 1000 مشاهدة، وانشر بين اصدقائك وحط لايك وكذا وحركات بركات. تمام. هذا كله للمزح، هذا الحكي يعني احنا السوريين والله شعب متعاطف، وشعب بتهمنا المخلوقات الاخرى، قصدي يعني بتهمنا. شلون بدي اقول لك اياها؟ احنا شعب متعاون متعاطف مع كل الجنسيات، يعني الجنسيات انه متعاطفين مع، يعني اذا كنت انت مغربي او عراقي او حيرها، احنا متعاطفين معك ومنحبك وكذا. اما هاي هيش للمزح وكذا. وبتعرفوا احنا شعب متعاطف، خاصة اني يعني من كثر عاطفيتي الشديدة متعاطف مع الحيوانات. قوية. أول مرة بسمعها بحياتي، عارف أنا معناك. لا خلص، عن جد خلص، أعطيتهم جرعة سعيدة بكفية بما فيه الكفاية. خلص بكفي هيك، خلص بكفي. لا خلص بكفي، عن جد خلص بكفي. بس ما بعرف ليش أني بجلد البنات. لا خلص عن جد بكفي، خلص عن جد بكفي. هيش الأوضاع، تمام. أعطيناهم جرعات سعيدة بما فيه الكفاية. خلاص أنا خلاص قررت قرار نهائي، ولا تحكي معي أبدا، واللي هو عن هاي الشخبطة. ما بعرف لو جبت سيرتها كمان. المهم أنا خلاص قررت قرار نهائي، راي أجيب قلم من فلمسته. أوكي شباب، هاي اثنين. خلاص أنا خلاص وقررت. حلو 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 حلو. بكفي يا أخي بكفي. حلو. لا خلاص بكفي يا زلمة، خلاص بكفي. ترقبوا الفيديو الجاي. عن شو الفيديو الجاي؟ المهم خلاص ترقبوا الفيديو الجاي عن شو اسمه، عن شو اسمه. افتهمتوا شو الموضوع صح؟ بالفيديو الجاي راح احكي هيك. افتهمتوا صح؟ افتهمتوا؟
بس وصل لنهاية الفيديو، لا تنسى اللايك والاشتراك. كان معكم الأسطورة ريبد. جود باي. ما بعرف ليش أنا بتذكر الحكي بعد ما أحكي الخاتمة وخالصة، بس لا تنسى تنشر بين أصدقائك. خلينا نطلع يا أخي. أكثر شيء أنا متحمس له ومتشوق له إنه أرجع لهذا الفيديو بعد ما أحقق نجاح كبير بهاي القناة، وإنه أسمع حالي متحمس كثير أشوف شلون يعني شلون كنت عم بحكي هالساعة إنه بس بدنا نوصل 1000 مشاهدة. يعني ما بعرف، بكرة إن شاء الله ننجح للمرة الثانية. فبس وصلنا هذا الفيديو، كان معكم الأسطورة ريبد. لا عندي خلص عندي خلص، لا تاكلي هم. عندي لا تخافي، عندي. لا Straight from the underworld, coming from the underground. Motherfucker.